خلينا هنا اقول لك على اهم مهاره المفروض تكون عندك وتمتلكها في شغلك في حياتك العمليه. هي اهم مهاره تتسلح بيها في المستقبل وتعرفها وتنميها. لو كانت مش عندك هي مهاره الاستماع. ايه هي مهاره الاستماع دي؟ فكره ان انت تسمع اكتر ما تتكلم. طب يا احمد ده كلام نظري احنا بنسمعه وبيقولوا لنا كتير في المحاضرات في الشركات في التوصيات من الناس اللي بتساعدنا، ولكن خليني اقول لك على حاجه مهمه جدا. لما جم سالوا نيلسون مانديلا عن ادينا خبراتك وعصاره خبراتك في الحياه، قال لهم انا اقول لكم على معلومتين وحاجتين مهمين جدا، اهم حاجات انا بقولها وبقولها للناس اللي معايا وهقولها لكم انتم كمشاهدين. وده كان في برنامج لما سالوا احد المذيعين. قال لك اول حاجه يو هاف تو بي ذا لاست وان تو سبيك، خليك اخر واحد يتكلم. وده هياكد لنا ان مهاره الاستماع قويه جدا ومهمه جدا كانت عند نيلسون مانديلا. قال لك ليه اكون اخر واحد اتكلم؟ حاجتين مهمين جدا عشان تعرف الناس كلها بتتكلم في ايه، ولما تيجي تتكلم هتقول الحاجه المناسبه واللي تتوافق مع كثير من الاراء. والحاجه الثانيه ان انت لما تسمع كل الناس اللي بتتكلم وانك كونت معلومه تتفق معاهم، هتعرف تقول المناسب كمان اللي هيتقال او اللي هيتقال في الموضوع اللي بتتكلموا فيه. النصيحه الثانيه ودي بره موضوع مهاره الاستماع بس لازم اقولها لك، ان وانت قاعد اقعد في راوند تيبل او اقعد في ترابيزه منوره، عشان في الاخير انت كشخص تبقى الاثوريتي او السلطه متوزعه عليكم كلكم. عشان كده واحده من الحاجات المهمه جدا اللي بناخدها من نيلسون مانديلا زي ما قلنا هي مهاره الاستماع.